صباح الخير عليكم، معاكم باشمهندس محمد من شيرين بانكو. والنهارده معانا الكاليماري الحشو، الكاليماري اللي هو البلدي السويسي. الكاليماري السويسي ده بيتعمل بكذا طريقه، اشهر طريقه ليه ان هو بيتحشي رز بالجمبري، وفي ناس بتحشي رز بس. فاحنا الكاليماري بيتعمل بطريقتين. طريقه ان هو بيبقى محشي رز مستوي جاهز، بيبقى محشي رز صياديه جاهز مع الجمبري، ده بيتشوح على الجريل بيبقى تحفه مع الزبده. في طريقه تانية بقى اللي هي الطريقه المعروفه للناس كلها، ان هي بتتعمل بخلطه الرز وخلطه المحشي وفلفل الالوان والبصل والجمبري نفسه. وهي دي الطريقه اللي هنعملها لكم النهارده في الفيديو، وهنوريكم برده الطريقه الثانيه السهله اللي هي بتتعمل بتتشوح في زبده على طول وجاهزه على طول. وعلى فكره الطريقه الثانيه بيبقى طعمها احلى كمان. نيجي بقى على الطريقه الثانيه اللي هي الطريقه اللي بتاخد وقت شويه واللي الناس كلها عارفاها، ان احنا هنسلق الخلطه بتاعت الكاليماري. اول حاجه هنجيب معلقه زبده حلوه، نقطه زيت، هننزل برز ناشف، رز مصري عادي مغسول. وهننزل بعد كده في خلطه في كل مطاعم السمك اسمها خلطه السنجاري، هو عباره عن طماطم وبصل وصلصه، ويبقى معاها ممكن خل وبهارات اللي هي بهارات السمك، كمون وكزبره وملح. تمام. ننزل بعد كده شويه فلفل الوان، والاساس بقى بتاع اي رز صياديه او رز سمك لازم ننزل بصل، يعني مش هنقول محروق، ان هو بصل دهبي كده. هنحط الرز تحت الكاليماري، هنقلب بس الكلام كله في بعض كده. وهننزل بميه النتائج اللي المفروض نوصل لها ان الرز ما يكونش سوا، يكون 70 او 60% استوى، وطبيعي بيطلع معاك كده، ده العادي، ده مش رز هيتسوي، ده يبقى رز حشو زي ما هنجيب بقى الكاليماري بتاعنا. طبعا احنا الروز حطيناها تستوي مع الرز، هنفتح الرز، هنفتح الكاليماري ونحاول نحشيه واحده واحده. طبعا نراعي ان الرز سخن. اهم حاجه في الكاليماري طبعا الجمبري، احنا هنحط الجمبري اللي احنا حطيناه قبل كده. اهم حاجه بقى في الكاليماري المسلوق، نخلي بالنا ان الكاليماريه تبقى مبططه مش محشيه للاخر. اللي هو المستوي، اللي هو اللي بنحط فيه رز مستوي، الرز مش هيزيد، فالكاليماري مش هيتقطع. لكن ده الرز هيزيد والكاليماري هيكش عليه، فلازما ما يبقاش محشي للاخر كده زي الممبار. بعد ما خلصنا حشو بقى بالمنظر ده كده، بنحطه في ميه مغليه لمده 10 دقائق ومش اكتر. الكاليماري يا جدعان اكتر حاجه ما بتاخدش سوا في الدنيا. الكاليماري لو خد سوا اكتر من 10 دقائق في الميه هتلاقوه عامل زي الجلده وبيشد. احنا واحده كده الرز خلاص استوى معانا، نحط بقى ايه الكاليماري اللي بعد ما اتسلق نحطه في الزبده. نغرقه بقى بعد كده، ده النوع الثاني او الطريقه الثانيه اللي احنا عملناها في الاول. كده معانا الطريقتين بتوع الكاليماري. اسهل طريقه والطريقه اللي هي بتبقى سهله جدا ومعظم المطاعم بتعملها، ان هو بيجاب الكاليماري متاكد ان هو نظيف وسليم بالشكل ده كده، متاكد من نظافته من جوه. تمام. بنجيب رز الصياديه ساده جاهز على طول، نجيب الرز بتاعت الكاليماري، نحط الرز بتاعته. في ناس عشان تسهل على نفسها تسلق الكاليماري الاول نص سلقه، الكاليماري ده يفتح معاك. بس احنا عشان عايزين الرز والروست كلها تستوي مع بعض، فاحنا مش هنسلقها، نديها وقتها على الجريل. بعد كده بنجيب معلقه رز، معلش بقى هنستخدم ايدينا، وبعد كده ندخل بقيه الرز.
بعد كده بتحط جمبري يعني مستوي ربع تشويحه بس، مش شوح في زبده. بص كده. مين بنقفل، لازم نقفل الكاليماري بالمنظر ده كده باي خله سنان وبنرص. عشان التانيين دي الطريقه الاولى بقى اللي احنا كنا بنقول عليها. دي الزيت اللي موجود على الكريم من جوه، ممكن في مره فيديو نعملها لكم، هي تديله لمعه. شيلوا الكريم يا عم، شيلوا الكريم، هي تديله لمعه وتحميصه حلوه. ده كده يا جدعان كيلو كاليماري معمول بالطريقتين، الطريقه اللي هي المسلوق والطريقه اللي هي المشوي على الجريل. طبعا المشوي على الجريل هنلاقي ايه؟ حرقه الجريل كده طعم الجريل. نفتح بقى ونشوف طبعا الكاليماري عشان ما بياخدش سوا خالص، طري جدا. استخدم واحده كده. بص ما شاء الله، بص ما شاء الله، دي نص الكاليماري، ده نص الصياديه. نيجي بقى على المسلوق، نفتح واحده ثانيه. بص بقى لما اتحمر في الزبده يا جدعان بقى عامل ازاي؟ ده كده متحمر في الزبده. بصوا بص ما شاء الله، شايف الحشو بتاعه؟ الاثنين حكايه، الطعم حكايه. شوفوا بقى، اطلبوه كده او اطلبوه كده وشوفوا انتوا بتحبوه بأنهي طريقه اكتر. كان معاكم باشمهندس محمد من شريف بنكون، حابب يطلب كاليماري من عندنا اذا كان ني او مستوي محشي على طول يكلمنا على 010 99 55 332 او يشرفنا في المطعم بتاعنا في 3 شارع البحر، شيراتون المطار، نفس الشارع بتاع حماده شيراتون، النص اللي بعديه على طول، نفس السنه. شكرا.